تخيل مدينة مش زي أي مدينة شفتها في حياتك. مبانيها معمولة من الذهب والفضة ومعدن أحمر غريب بيلمع زي النار. حضارة سابقة زمانها بآلاف السنين، تكنولوجيا، هندسة، وجيش لا يقهر. وحسب الأسطورة إن في ليلة واحدة بس الأرض اتهزت والسما انشقت والمحيط اتبلع حضارة بأكملها، والإمبراطورية العظيمة دي اختفت في يوم وليلة وخدت معاها كنوزها وعلومها وأسرارها للأبد. النهاردة هنفتح ملف القارة المفقودة وهنطلع في رحلة طويلة سوا ندور فيها على أطلانتس. فبلاش نضيع وقت ويلا بينا نبدأ الحكاية. اهلا بيكم في فيديو جديد من خان الراوي. لو سألت اي حد في الشارع عن اشهر مدينة مختفية في التاريخ الرد هيجيلك فوري، اكيد اطلانتس. والاسم ده ارتبط في خيالنا بحريات البحر وتكنولوجيا متطورة ومدن من ازاز تحت المية. بس يا ترى القصة دي بدأت منين؟ ومين اول واحد اتكلم عنها؟ وهل يعقل ان قارة بحجم ليبيا واسيا الصغرى تختفي كده فجأة وملهاش اي اثر؟ عشان نمسك أول خيط في القصة دي لازم نرجع لسنة 360 قبل الميلاد تقريبا، ونروح نزور كده الفيلسوف اليوناني المشهور أفلاطون. أفلاطون في كتابين مشهورين ليه اسمهم تيمايوس وكريتياس هو أول واحد ذكر اسم أطلانتس في التاريخ، ووصف المدينة بدقة شديدة وكأنه معاه المخطط الهندسي بتاعها. بس المفاجأة يا صديقي إن أفلاطون مش هو أساس القصة. أفلاطون بيقول إن جده المشرع اليوناني الشهير سولون، واللي شرع قوانين أثينا القديمة سنة 590 قبل الميلاد تقريبا، كان في زيارة لمصر لطلب العلم، وتحديدا زار مدينة سايس اللي هي صال حجر دلوقتي في الغربية، وهناك قعد مع الكهنة المصريين الكبار. سولون كان فاكر نفسه عارف كل حاجة عن التاريخ، فبدأ يتكلم كده بفخر عن طوفان ديوكاليون، واللي اليونانيين كانوا معتقدين إن ده أقدم حدث في التاريخ. كاهن مصري عجوز يقال إن اسمه صنخيس بص لسولون كده وقال له جملة غريبة جدا. قال له: يا سولون، أنتم أيها اليونانيون أطفال، ذاكرتك. ولما سولون استغرب، الكاهن حكاله عن إمبراطورية عظيمة كانت موجودة قبل 9000 سنة من وقتهم، وخدوا المكان جوه المعبد وشاور له على جدريات ونقوش قديمة جدا، وقال له: من السجلات دي هحكي لك عن إمبراطورية كانت بتحكم العالم، الإمبراطورية اللي جيشها كان أكبر من جيوش الأرض مجتمعة، إمبراطورية أطلانتس. قال له إن أطلانتس دي ما كانتش مجرد جزيرة، دي كانت قوة بحرية عظيمة، وحكامها من سلالة بوسايدون نفسه. وبوسايدون في الميثولوجيا الإغريقية القديمة هو إله البحر والعواصف، ودي معتقداتهم هم. وقال له إن كان عندهم علوم متطورة وسفن عبرت المحيط كله. طب يا عم، أطلانتس دي كانت عاملة ازاي؟ حسب وصف أفلاطون أو الكهنة المصريين، أطلانتس كانت جزيرة ضخمة بتقع خلف أعمدة هرقل، وأعمدة هرقل هو اسم بيطلق دلوقتي على مضيق جبل طارق، ولكن هل في وقتهم كان بيشير لنفس المكان؟ الله أعلم. فالمدينة دي كانت معجزة هندسية مستحيلة، وكانت بتتكون من دوائر متداخلة، حلقة مية وبعدها حلقة أرض وبعد كده حلقة مية، وفي النص الجزيرة المركزية. المباني كانت متغطية بالذهب والفضة، بس المعدن الأهم هو معدن نادر اسمه الأوريكالكوم، معدن لونه أحمر ناري وبيلمع في الضلمة. ووصف له وصف دقيق عن الميناء الدائري بتاعهم، وعن الجسور اللي بتربط ما بين حلقات المدينة، وعن الثيران المقدسة اللي كانوا بيصطادوها في طقوس دموية غريبة جوه المعابد. أرض خيرها كتير، حيوانات ومية، وجيش قوي قدر يحتل غرب أوروبا وشمال أفريقيا، وكان بيستعد لغزو اليونان ومصر. شعب أطلانتس في البداية كان عندهم حكمة وقوة وأخلاق، لكن دوام الحال من المحال. مع الوقت الطمع بدأ يدخل قلوبهم، والمادية زادت، وبدأوا يضغوا في الأرض ويستخدموا قوتهم في الشر. وفي يوم وليلة بتحصل الكارثة، زلازل بتهز الأرض،
وبراكين بتثور وتسونامي بحجم الجبال بيضرب الجزيرة. وهنا الكاهن المصري بيختم كلامه بجملة لسه صداها بيرن في التاريخ: لقد اختفت أطلانتس في يوم وليلة شؤم، ابتلعها البحر وأصبح المحيط في مكانها طينا لا يمكن عبوره. وبكده في 24 ساعة بس اختفت الإمبراطورية العظيمة وما بقالهاش مكان غير في حكايات أفلاطون. لحد العصور الوسطى الناس كانت بتعتبر كلام أفلاطون ده رمزية وقصة للعظة، لكن مع عصر الاستكشاف واكتشاف قارة أمريكا الناس بدأت تسأل: مش يمكن أفلاطون كان بيتكلم جد؟ ومن هنا بدأت حمى البحث عن أطلانتس، لدرجة إن في أكتر من 5000 كتاب اتألفوا عن مكانها، ونظريات كتير طلعت بتحاول تجاوب عن سؤال واحد بس: هي راحت فين؟ والتفكير الكلاسيكي كان إن أطلانتس في الأطلنطي، على الأقل عشان خاطر الاسم. في سنة 1968 طيارين اكتشفوا حاجة غريبة جدا قرب جزر البهاماس وتحديدا جزيرة بيميني. شافوا تشكيل صخري غريب تحت المية على شكل حرف جي بالإنجليزي، كتل صخرية مربعة ومرصوصة بشكل هندسي دقيق كأنها طريق مرصوف، وسموه طريق بيميني. المؤمنين بأطلانتس قالوا بس كده، ده واحد من طرق المدينة الغارقة. لكن على طول بقى الجيولوجيين ردوا عليهم وقالوا: يا جماعة استهدوا بالله، بس ولا أطلانتس ولا حاجة، دي ظاهرة طبيعية اسمها بيتش روك فورميشن. الصخور بتتكسر بشكل هندسي بسبب المد والجزر. بس لحد النهاردة لسه في ناس مصدقة وبتغطس هناك على أمل إن ده الطريق للمدينة المفقودة. بس صحيح، خلينا كده قبل ما نبعد عن الأطلنطي نسأل نفسينا سؤال: هي العظمة دي كلها كانت شغالة إزاي؟ إزاي حضارة من آلاف السنين كان عندهم إضاءة ومباني ميكانيكية؟ الأسطورة بتقول إن مصدر قوة أطلانتس كان الكريستال العظيم، أو ما يسمى بحجر النار. بلورات ضخمة في بنايات مركزية كانت بتمتص قوة الشمس والنجوم وتحولها لطاقة كهربائية لا نهائية بتنور المدن وتشغل الآلات، طاقة نظيفة قبل عصرنا بآلاف السنين. ولكن غلطة الشاطر بألف. الروايات بتقول إن علماء أطلانتس في نهاية أيامهم أصابهم الجنون، حاولوا يزودوا طاقة الكريستالات دي عشان يستخدموها كسلاح دمار شامل للسيطرة على العالم، والنتيجة إن الكريستالات دي ما استحملتش الطاقة الزايدة وانفجرت بقوة تعادل قنابل نووية. وهو ده كان السبب ورا الزلازل اللي قسمت الجزيرة وغرقتها تحت المحيط. المثير بقى ان في نظريات بتقول ان الكريستالات دي لسه موجودة في قاع المحيط الاطلنطي ولسه شغالة، وانها كل فترة بتبعت نبضات طاقة عشوائية، والنبضات دي هي اللي بتشوش على اجهزة السفن والطيارات اللي بتعدي من فوقها. مش بيفكرك الكلام ده بحاجة؟ بالظبط، ده بيرجعنا للغز مثلث برمودا. هل كريستالات أطلانتس هي السبب في كل الاختفاءات اللي بتحصل فيه دي؟ لو لسه ما اتفرجتش على حلقة كشف لغز مثلث برمودا اللي قدمناها هنا في خان الراوي، فروح اتفرج عليها بسرعة عشان تعرف كل النظريات اللي اتقدمت واللي بتحاول تفك لغز الاختفاءات في منطقة المثلث. طب يا سيدي، لو سيبنا بقى المحيط خالص واتجهنا للصحراء، في موريتانيا في تكوين جيولوجي غريب اسمه عين الصحراء أو ريتشات ستراكشر. من الأرض ممكن ما تشوفوش، لكن لو بصيت عليه من الفضاء بتشوف عين ضخمة باصة للسماء. وعلى فكرة ممكن تشوفوه بنفسكم عن طريق ابليكيشن جوجل ايرث. طب ليه الناس متمسكة إن ده مكان أطلانتس؟ لأن التطابق مع وصف أفلاطون وصل في المنطقة دي لدرجة شديدة. أفلاطون قال إن الجزيرة دي مكونة من 3 حلقات مية و2 أرض، والمنطقة دي فيها تشكيل مشابه. أفلاطون قال إن قطر المدينة دي كان 127 استاديوم، ودي وحدة قياس قديمة، ولما قاسوا عين الصحراء لقوها نفس المقاس بالظبط. أفلاطون قال إن شمال المدينة فيه جبال وجنوبها سهل كبير،
وده نفس وصف جغرافية عين الصحراء. والأغرب إنهم لقوا آثار لمية مالحة وقواقع في نص الصحراء دي، وده دليل إن في يوم من الأيام المحيط كان واصل لهنا وانحصر فجأة. وهي نظرية جذابة جدا، ولكنها بتفتقر للدليل الأثري الملموس. مفيش مباني، مفيش أوريكالكم، مجرد تشكيل صخري. طب لو بعدنا بقى عن المية والصحراء، ففي نظرية بتقول إن أطلانتس دي تحت التلج. النظرية دي بتستند على وثيقة حقيقية ومحفوظة في متحف توب كابي في تركيا اسمها خريطة القبطان بيري ريس. اترسمت سنة 1513 على جلد غزال. أولا الخريطة رسمة سواحل انتاركتيكا أو القطب الجنوبي بدقة متناهية بس من غير تلج، فيها أنهار وجبال ووديان ومرتفعات. طب ايه الغريب في كده؟ الغريب ان العلم الحديث باستخدام الأقمار الصناعية والمسح الزلزالي اكتشف ان التضاريس اللي تحت التلج ده كله مطابقة تماما للمرسوم في الخريطة. ازاي بحار في القرن ال16 قدر يرسم خريطة المنطقة ما اكتشفوهاش اصلا غير بعد زمنه ب 300 سنة؟ وازاي عرف شكل ارضها وهي مدفونة تحت كيلومترات من التلج من اكتر من 6000 سنة على الاقل؟ فهل خريطة بيري ريس هي الدليل الباقي من مكتبة أطلانتس المفقودة؟ وهل الحضارة دي لسه موجودة ومحفوظة تحت أطنان من التلج مستنية بس اللي يجي ويكتشفها؟ ده بقى ينقلنا لمنطقة تانية. هل كل حضارة من الحضارات دي كانت جزيرة معزولة كده ملهاش دعوة بكل الحاجات اللي حواليها؟ فيقولك مش غريبة ان نلاقي اهرامات في مصر ونلاقي اهرامات برضو في حضارة المايا والازتك في المكسيك، رغم ان ما بينهم محيط بحاله وما كانش فيه ولا انترنت ولا تليفونات. والغريب ان اساطير الازتك بتقول ان اجدادهم جم من جزيرة بيضة في وسط المحيط، والجزيرة دي اسمها أزتلان أطلانتس. مش عارف إذا كان في تشابه بين الاسمين الصراحة. النظرية دي بتقول إن أطلانتس كانت موجودة في النص، ولما غرقت جزء من الناجين راح للشرق في مصر والجزء التاني طلع على الغرب في المكسيك، وعشان كده في تشابه بين الحضارتين. وده بيفسر ليه الحضارتين عندهم تحنيط وعندهم تقويم شمسي دقيق وعندهم هوس بالفلك. وخليك معايا عشان احنا لسه ما وصلناش للحتة الأغرب في القصة، ولكن قبل ده خلينا كده نشوف العلم بقى ممكن يكون ايه بعيدا عن الأساطير. لو مشينا ورا العلماء والمؤرخين فكل الطرق هتودينا لمكان أقرب بكتير، مكان في قلب البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا جزيرة سانتوريني في اليونان. النظرية دي بتقول إن حضارة أطلانتس هي نفسها الحضارة المينوية العظيمة، وهي النظرية اللي بيميل ليها معظم المؤرخين. طب واشمعنى الحضارة دي بالذات؟ لأن التشابه ما بينهم في تفاصيل كتير بيصل لحد التطابق. شعب مينوس كانوا أسياد البحر، عندهم أسطول تجاري ومباني شاهقة من عدة طوابق، وكان عندهم صرف صحي ومياه جارية قبل أوروبا بآلاف السنين. والأغرب إن رمزهم المقدس كان الثور. فاكرين أفلاطون قال إيه؟ قال إن شعب أطلانتس كانوا بيقدسوا التيران وبيصطادوها في المعابد. المينويين بقى كان عندهم رياضة كده بيسموها القفز فوق الثيران، ورسموها على جدران قصورهم. لكن القصة الجميلة دي نهايتها كانت جحيم. حوالي سنة 1600 قبل الميلاد جزيرة ثيرا اللي هي جزيرة سانتوريني دلوقتي انفجرت بالكامل، وما كانش بركان عادي، ده كان واحد من أضخم الانفجارات البركانية في تاريخ كوكب الأرض كله. الانفجار ده عمل تسونامي عملاق ضرب مقر الحضارة المينوية ومسحها من على وش الأرض. والسماء في مصر اللي بتبعد مئات الكيلومترات فضل لونها اسود لعدد من الايام بسبب الرماد البركاني. طب ازاي بقى القصة دي بقت هي قصة أطلانتس؟ النظرية دي بتقول ان المصريين كانوا بيتاجروا مع شعوب البحر دي، وفجأة اختفت والسفن ما بقتش تيجي،
والأخبار عنهم كلها انقطعت. فبالنسبة للمصريين الحضارة دي اختفت في يوم وليلة، وأكيد غرقوا في البحر. ومع مرور 1000 سنة من تناقل الحكاية لحد ما وصلت لسولون، التفاصيل زادت والأسطورة كبرت وتحولت مينوس لأطلانتس. حتى وصف أفلاطون إن صخور أطلانتس كان لونها أبيض وأسود وأحمر هي نفس ألوان الصخور البركانية اللي موجودة في سانتوريني لحد النهاردة. خصوصا إن سنة 2024 اكتشفوا هيكل صخري دائري على هضبة بابورا في جزيرة كريت، يعتقد إنه كان بيستخدم لبعض الطقوس الدينية في عصر الحضارة المينوسية. والشكل ده مش بيفكركم كده بوصف أطلانتس على صغير؟ فهل أفلاطون كان بيحكي كارثة حقيقية حصلت لجيرانه بس خياله حولها كده لأسطورة؟ خصوصا ان في نفس الوقت علماء الجيولوجيا وتكتونية الصفائح بيقولوا مستحيل، مفيش قارة بحجم اسيا الصغرى تختفي كده في يوم وليلة وما تسيبش وراها اي اثر جيولوجي. وقاع المحيط الاطلنطي ممسوح بالسونار ومفيش هناك اي جزر غرقانة. بس استنوا، قبل النهاية انا كنت وعدكم بقصة اخيرة ونظرية مثيرة جدا. في نظرية بتقول إننا بنحفر في المكان الغلط، وإن أطلانتس دي هي نفسها مصر القديمة. ركز كده في وصف أفلاطون: أرض خصبة مليانة قنوات مائية متوازية وحواليها صحراء وجبال. طب الوصف ده ما بيفكركش في حاجة؟ هي بالضبط خريطة وادي النيل لما كان النيل ليه 7 فروع مش 2 بس. والدليل اللي بيستندوا عليه هي نصوص على جدران معبد إدفو، نصوص بتحكي عن أرض الأجداد اللي غرقت بعد طوفان عظيم حصل بعد معركة حورس وست حسب الأساطير المصرية، وإن الناجين منهم هم اللي بنوا الحضارة اللي احنا نعرفها. يعني جايز اليونانيين لما سمعوا الحكاية دي حولوها للنمط اليوناني عشان المستمعين عندهم يستوعبوها، زي ما احنا دلوقتي ممكن نعرب مسلسلات أو روايات عشان مجتمعنا يستوعبها. بس في النهاية هيفضل السؤال الأهم: لو دي قصة أسطورية ليه أصلا أفلاطون ألفها؟ معظم الفلاسفة شايفين إن أطلانتس دي ما هي إلا يوتوبيا زائفة. أفلاطون اخترع القصة دي عشان تكون مثال للمدينة السيئة اللي شعبها بيغتر بقوته وينسى الأخلاق، في مقابل أثينا مدينته اللي كانت بتمثل الدولة المثالية على وقتها. وكتبها بالنمط اليوناني عشان مجتمعه يستوعبها رغم إن اللي حكاها كاهن مصري. ففي النهاية سواء كانت أطلانتس حقيقة مدفونة تحت طمي المحيط أو تحت رمال الصحراء أو حتى مجرد خيال في عقل فيلسوف، فهي نجحت في حاجة مهمة جدا، نجحت إنها تفضل عايشة عبر التاريخ. إحنا بنحب ندور على أطلانتس عشان عايزين نصدق إن البشر في يوم من الأيام قدروا يوصلوا للمستحيل، وإننا ممكن نلاقي السحر ده تاني. بس أنا شخصيا مصدق زي ما بقول دايما، في أوقات كتير بتكون الخرافة مبنية على الحقيقة، وده بالفعل حصل مع مدينة طروادة اللي فضلت لفترة طويلة محسوبة إنها مجرد مكان خيالي اخترعه الشاعر اليوناني هوميروس في ملحمته الإلياذة، لحد ما في يوم اكتشفت المدينة الحقيقية. مين عارف، يمكن في يوم من الأيام التكنولوجيا تتطور ونقدر نشوف قاع المحيط بوضوح، وساعتها ممكن نلاقي معدن الأوريكالكوم بيلمع في وسط الضلمة وبيعلن عن نفسه. العلم عند ربنا. ودلوقتي جا دوركم انتوا، تفتكروا أطلانتس كانت فين؟ هل هي في المحيط الأطلنطي فعلا، ولا هي حضارة المينوس، ولا شايف إن أفلاطون ضحك علينا كلنا بقصة خيالية؟ اكتبوا لي رأيكم ونظرياتكم في الكومنتات وهكون سعيد اني اقراها كلها. وطبعا لو لسه ما اشتركتش فاشترك وفعل الجرس عشان تكون اول واحد يركب معانا آلة الزمن في الحكاية الجاية من خان الراوي. فلحد ما نتقابل المرة الجاية، سلام.